في مدينة كركوك العراقية، المشهد نفسه يتكرر أمام محطات الوقود نتيجة خوف السكان من حصول أزمة في المحروقات إثر هجوم القوات المسلحة على مدينة بيجي التي تحتوي على أكبر مصفاة للنفط في العراق. هسه صار لنا من الساعة 5 الصبح احنا واقفين عسر البنزين. بنزين 30 لتر 30 لتر 10 لتر بس خلصه بالسرعة. يعني هذا أبد مو وضع. الله ما يقبل. المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب الحكومية صباح نوري أكد أن المصفاة ما زالت تحت سيطرة القوات الأمنية التي تمكنت من قتل عشرات المقاتلين وإحراق بضعة سيارات لهم. وقد أوضحت مصادر رسمية أن أغلب البنية التحتية للمصفاة تقع في الجنوب وأنها بعيدة عن الاشتباكات الحاصلة، لكن نظراً لأن المصفاة هي المصدر الرئيسي للنفط داخلياً، فإن الاشتباكات الحاصلة في محيط المصفاة أدت إلى تعثر وصول النفط إلى مدن الشمال.